طيب الله أنفاسك وبارك الله تعالى فيك وجعلنا وإياك والسامعين من أهل القرآن الكريم وخاصته. نعم، بشر بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن الكريم، وبشر به سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يروى أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وكان يعيش بيثرب. يثرب اسم المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وحين دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام أبدل اسم هذه المدينة مدينة يثرب إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، لأنها تنورت بنور رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا حسان بن ثابت يقول إنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في يثرب في المدينة المنورة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، وكان عمر سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه 7 سنين. يقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فسمعت في ذلك الوقت رجلا من اليهود يقف على حصن من حصونها ويصرخ ويقول بأعلى صوته: يا معشر يهود. فلما اجتمعوا أمام هذا الحصن قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال لهم: لقد طلع نجم أحمد. صلوات على صاحب التاج والمعراج أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، طلع نجم أحمد ومال الهاشمي محمد من فضائل عمة الأقصى ولدنا، ولو وزنت به بحور ما بلغوه وزنا. متى ذكر الحبيب فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وبشرنا المسيح به رسولا وأجزل وصفه وسما وكنا. ولو قابلت لفظة لم تراني، بما كذب الفؤاد ما فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ بنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة بهذه المناسبة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر حسن الصميدعي، رئيس قسم أصول الفقه في كلية الإمام الأعظم قسم جلولة، فليتفضل مشكورا. وقبل ذلك أسمعونا صلاتكم على حبيبكم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أشكر فضيلة الشيخ عثمان عبد الرحمن إمام وخطيب هذا المسجد
وأشكر فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن، وأشكركم جميعا، وأقول من باب الغبطة هنيئا لكم وجود هذين الشيخين المباركين في هذه المدينة المباركة، فهنيئا لكم وجودهم بينكم وهم يتغنون بالقرآن في مساجد هذه المدينة، ويتغنون بحب النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة السعدية، قبل أن أبدأ في حديثي، مدينة لها فضل علي ما حييت، فلقد تعلمت فيها ودرست فيها، وفي أروقتها وفي إعدادياتها، فأنا خريج هذه المدينة وخريج مدارسها، ولأساتذتها علي فضل ما حييت. فما من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي إلا ولهذه المدينة ولأهلها الطيبين فضل علي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النعمة على هذه المدينة وعلى أهل هذه المدينة، وأن يصرف عنهم كل سوء، وأن يوفقهم لكل خير. إخوتي وأحبتي في الله، ماذا يقول القائل في هذا الاجتماع المبارك، في هذا اللقاء المبارك؟ إنه من دواعي السرور والفرحة أن نجتمع بحبنا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر مولده الكريم. أبدأ حيث انتهى شيخي وحبيبي الشيخ عثمان، وهو يذكر بعض المبشرات بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام وسألته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان أول بدء أمرك يا رسول الله؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبشرى عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين وضعتني نورا أضاءت له قصور بصر الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولادته الحقيقية هي مع ولادة البشرية جمعاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند الله نبيا وإن آدم لمنجل في طينته. لما بشر عيسى عليه السلام بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعلم أن الفترة بين نبي الله عيسى والمصطفى عليه الصلاة والسلام 600 عام. 600 عام، والكون والبشرية ما بين عيسى وولادة النبي صلى الله عليه وسلم يترقبون هذا الحدث، ويترقبون ميلاد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وأكثر من كان يترقب هذا الحدث هم اليهود، لأنهم على علم ودراية بنبي آخر الزمان، على علم ودراية بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ عثمان الحديث الذي النجم الذي طلع في السماء كان
هل كان اليهود يترقبون مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به؟ طبعا لا. فاليهود منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى زماننا هذا هم أعداء لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفرقوا ما بين أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا وبين من يدعون محبته عليه الصلاة والسلام. وللأسف ربما نجحوا في بعض مخططاتهم ليفرقوا بين من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ومن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة. فلو سألنا اليوم، سألنا وقلنا ما هو مدى حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف يكون حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ايش قد تحبون النبي؟ لو كل واحد يسأل ايش قد يحب النبي؟ مدى حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مدى وجود النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك اليومية؟ هل تغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومك وليلتك؟ هل تذكره أكثر مما تذكر مشاغلك في الدنيا والتزاماتك ووظيفتك وأطفالك وزوجتك وتجارتك وزراعتك وصناعتك؟ لو كل واحد منا يسأل هذا السؤال، قد أحب النبي؟ ما هو مدى حب النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي؟ وقد سئل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال، فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل، قالوا يا علي كيف كنتم تحبون، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: والله كان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وصف دقيق. الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقدم على كل حب، يجب أن يقدم على كل حب في الدنيا. يجب أن تتعلق القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد المنقذ لهذه البشرية، هو الطريق الذي لا يغلق أمام الناس، وهو الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والطريق الذي يوصل إلى أعالي الجنان. وأختم بقصة يظهر فيها مدى تعلق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى بنبيهم وحبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي اسمه ثوبان، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ مع السبي في إحدى الغزوات، واشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه في سبيل الله وخيره، قال: يا ثوبان، إن شئت فامضي إلى أهلك وقومك، وإن شئت أن تبقى معنا فلك الخيار. فاختار ثوبان أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثوبان كان شديد التعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان شديد أن يرزقنا حبه واتباعه
وشفاعته إنه سميع مجيب الدعاء. أرحب بفضيلة الشيخ محمد المدين، الشيخ محمد معصور شيخنا وأخونا الكبير، وأرحب بكم مرة أخرى جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاحتفال وهذا الاحتفال المبارك. نعم أحبتي في الله، نعلنها وبدون خوف، نحبك يا رسول الله، فلولا سيدنا محمد ما عرفنا الإسلام، ولولا سيدنا محمد ما عرفنا القرآن، ولولا سيدنا محمد ما عرفنا صوم رمضان، ولولا سيدنا محمد ما عرفنا ليلة القدر، ولولا سيدنا محمد ما عرفنا لا حلالا ولا حراما. نعم نحب رسول الله، وهذه الفرحة وهذا الاجتماع ما هو إلا شيء بسيط نقدمه لرسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم أحبتي في الله، إمام الهدى بحر الندى فهو سبلنا، فمن مثلنا هذا الرسول رسولنا. إمام الهدى بحر الندى فهو سبلنا، من مثلنا وهذا الرسول رسولنا، عشقناه حتى خامرته عقولنا، عشقناه حتى خامرته عقولنا، فلا الشوق مفقود ولا الصبر يهنأ، فلا الشوق مفقود ولا الصبر يهنأ. فقرة من فقرات هذا الاحتفال، وهذه الفقرة هي سؤال وجواب. يتقدم فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن ليطرح على حضراتكم بعض الأسئلة، والذي يرد على السؤال له هدية إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا 6 أسئلة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول بس اللي يعرف الإجابة يرفع ايده. متأكد من الإجابة؟ ارفع ايدك حتى لا نجاوب. إذا ما متأكد لا تسوون المسألة. شباب الله يحفظكم. نريد نستفاد من الأسئلة وأجوبتها. السؤال الأول: اذكر 3 تغيرات كونية حدثت في ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 3 تغيرات كونية أو أشياء تغير بالكون عندما ولد سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. شق أيوان كسرى، شق أيوان كسرى زين. هو مو كوني بس يعني مشي هي مناوينا بعد. بعد يلا لا مو ولادة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أولاً أضاءت الدنيا أضاءت نوراً يوم ولده. 2 فاضت بحيرة
طبرية، بحيرة كبيرة جدا في فلسطين. خمدت نار فارس، نار فارس كان 1000 سنة يشتعل هذا النار، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفت من كيفه. لاحظوا شلون؟ أيضا من هذه التغيرات الكونية أن الله سبحانه وتعالى حفظ السماء بالملائكة، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له إيش؟ يلا كمل. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ليش سموا أحمد أبو شهاب؟ ليش سموا أبو شهاب؟ من الشهاب. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا الجن يسمعون الملائكة شي يقولون، يروح يلا نروح على فلان نسوي كذا، فالجن يجون للسحرة يقولوا لهم. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الجن قامت تصعد بالسماء يرموهم بالشهاب بالشهور الملائكة، وذلك كرامة لولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات على طه النبي أحمد. السؤال الثاني: من الذي سمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ولماذا؟ من اللي سماه اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جد عبد المطلب. احسن. ليش سماه؟ ليش؟ قالوا له انت شلون سميت هذا الاسم؟ هذا الاسم ما وارد، ما حد يعرفه. منين جبت هذا الاسم؟ ليش؟ يكون محمود في الارض وفي السماء. تفضل بارك الله. سؤال آخر: كم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرضعته حليمة السعدية؟ كم سنة بقي لنا؟ لا بعد ما أقول لا. كم سنة بقى يم مرضعته حليمة السعدية؟ لا تجاوب، لا تجاوب، نزلي ما متأكدين. يلا حبيبي. اي ايش كده؟ نسويها هيك شيء. لا 4 سنوات ما حد جاوب. هو سنتين، المعتاد انه يبقى سنتين. فلما سيدتنا حليمه شافت انه البركه صار في بيتها وقريتها وكذا، راحت على امها سيدتنا آمنة رضي الله عنها وطلبت منها، قالت لها اريد يبقى بعد عندي. فرجعت بقت سنتين منه، فبقى 4 سنوات يم سيدتنا حليمه السعديه. سؤال اخر: من الذي كفله بعد ان توفيت امه؟ وكم كان عمره؟ من اللي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفت امه؟ يلا نفسه تقريبا. حبيبي. منو؟ لا بعد قبله. جد عبد المطلب. سيد. لا منو اللي كفل النبي صلى الله عليه وسلم كفله بعد ما والدته توفت؟ يلا عافية تعال. جده عبد المطلب. عمونا اقول لكم نفس الجواب، خليناكم شويه. صلوا على النبي، صلوا على النبي. تريد متاكد من الاجابه؟ اسمع هذا السؤال كلش حلو. اسمع هذا السؤال، اسمعوا. من هم خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم خدامه؟ على كيف؟ لا انا اريد ثلاثه واحد لا على كيف. من هم خدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منو قال سيدنا انس؟
الإجابة أخواني، اسمعوا الإجابة. قدام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد كان متشرف بشيء معين. اسمع حتى تعرف، اسمع حبيبي، اسمع عيني. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان على حوائجه صلى الله عليه وسلم. يعني شنو على حوائجه؟ يعني شيل فلان حاجة، روح جيب فلان حاجة، روح جيب لي سوار، روح جيب لي كذا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود، أنا هاي كلش عجبتني رضي الله تعالى عنه وعنه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى صاحب نعله وسواكه. يعني يشيل نعل النبي صلى الله عليه وسلم وسواك النبي بجيبه. من يريد السواك بالكيسة، من يجيب النعل النبي صلى الله عليه وسلم. زين. ايضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان صاحب بغلته. بغلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يداري. شلون؟ ايضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم ابن شريك. اسلم ابن شريك، وهذا كان صاحب راحلته، يعني يشيل العلاقه القرد ما حولت النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم مختص بشيء. بارك الله فيكم. سؤال اخر، ما هو اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجر بها من مكة إلى المدينة؟ القصواء. هاي القصواء إلها فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب. تفضل عندي. هاي القصواء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بها من مكة للمدينة. اسمعوا، هاجر بها من مكة إلى المدينة. يعني هاجر بها من مكة إلى المدينة. ولما وصل للمدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عليها وقال خلوا سبيلها. لما قال يمي وذاك قال يمي والمسجد هنا والمسجد هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الناقة، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. يعني هي تمشي بأمر الله. ومشت الناقة هي نفس هاي القصواء إلى أن وصلت للمكان اللي صار بهسه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختيارها هذه الناقة. هذه الناقة كانت السبب. وهذه الناقة النبي صلى الله عليه وسلم بقى يستخدمها في بقية غزواته ورحلاته. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم تأثرت تأثر شديد، فما خلت أحد لا يسأل عليها ولا أحد يداريها. راحت على صفحة من المدينة المنورة وبقت وجاعت وما أكلت ولا شربت إلى أن ماتت، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال الأخير، ماذا قرأ فضيلة الشيخ الدكتور في صلاة العشاء؟ يلا شوفوا مبارك راسك. اشتغلت بالصلاة. سورة عن النبي. اللي هو عن بيصلي. سورة عن النبي. الآية الناس. لا اشتغل بالصلاة صلاة العشاء. الأحزاب عافية. تجاوب. ما يلا تعال حبيبي. بارك الله فيك. ترى من سورة الأحزاب. الله يوفقكم إن شاء الله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم جميعا لحضوركم ومشاركاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في صحائف أعمالكم الصالحة. والفقرة الأخيرة إلى المنقبة النبوية الشريفة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على روح هذا الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الحضور، حياكم الله وبياكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا ضيوف أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما اجتمعتم واجتمعنا في هذا المكان المبارك إلا حبا وتقديرا وتشريفا وتعظيما وتقديرا لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بالمشايخ الكرام، وأهلا وسهلا بكل الحضور يا من أثلجتم صدورنا بمشاركتكم لنا في هذه الفرحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا حظا من التعلق بقلب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خير ما نفتتح به هذا الاحتفال المبارك آيات طيبات مباركات يتلوها علينا المتألق القارئ الملا طاهر ابن فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا مصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. فأشارت إلى تفضيله لشمول عموم المفضلين، ولم يتدبر ذلك بمقتضى القابلية سوى الأمة المحمدية التسليم.
صلوا على الحبيب سيدنا محمد. دعني بحب الهاشمي أبوح فالعطر إن ذكر الحبيب يفوح. الله عظم شأنه ومكانه أعطاه قدرا في الأنام يلوح يا سيد السادات يا خير الورى يا سيد السادات يا خير الورى تفديك نفسي والفؤاد وروح الروح تضرع العشق ماليها حبك والزهر اللي تغلغل فيها بذكر المصطفى تحيا القلوب بذكر المصطفى تحيا القلوب وترتفع الخطايا والذنوب. صلوا على أبو القاسم محمد. نبي كامل الأوصاف تمت
إذا نزلت في ساحتنا الكروب صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على البدر صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على البدر رسول أتى في آخر الرسل محكوم ولكنه بالفضل في أول الذكر صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على صلوا على الحبيب محمد. صلوات على طه النبي أحمد. أما الدليل إذا ذكرت محمدا ضاعت دموع العارفين تسيل هذا رسول الله ورسول الله هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكون يا عالم الهدى هذا المطيع في رضاك نزيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
وطوبى لمن كان تعظيمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله شيء